السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة للحمام الكداب من غير ما نلفه في استرتش ولا ألمونيوم، وبمنتهى السهولة ومن غير ما نحمر ولا نسلق، وهنعمله وهيطلع تحفة ويشرفك قدام عيلتك. تعالوا بقى نبدأ الوصفة مع بعض. معانا هنا أوراق دجاج مخلية من العظم، غسلتها ونضفتها كويس بالمية والملح والخل والدقيق. بصوا، بنشيل العظم بتاع الورك بتاع الفرخة، بس بنسيب الورك سليم والجلد بتاعه عليه. كمان البهارات بتاعتنا نص معلقة فلفل اسود، معلقة ونص من الملح، معلقة من البابريكا، ومعلقة من السبع بهارات او بهارات الفراخ المتاح عندك. هنجيب بقى بولة وهنفضي فيها كل التوابل بتاعتنا، وهنضيف عليها ما يعادل 3 معالق كبيرة من زيت الزيتون، وهنخلط التوابل وزيت الزيتون كويس لغاية ما نحس ان الملح داب. وهنجيب كده الفراخ بتاعتنا وندهنها بالتتبيلة بتاعتنا من الجهتين، ونشبعها بالتتبيلة. هنعمل كده في كل الكمية اللي معانا. وبعد ما خلصناها هنسيبها على جنب علشان تشرب من التتبيلة، ولغاية ما تشرب من التتبيلة هنعمل الحشوة اللي هنحشيها بيها. في حل على النار هنحط معلقة كبيرة من الزبدة، وهنحط معاها بصلة متوسطة متقطعة صغير، ونقلب البصلة لغاية ما تدبل وتاخد معانا لون ذهبي. ونكون مجهزين كوباية رز مغسولة نضيفها عليها ونقلب كويس، ونتبل الرز بتاعنا. هنضيف نص معلقة من الملح، ونص معلقة فلفل اسود، ونص معلقة 7 بهارات، ورشة شطة. ونخلط الرز مع التوابل اللي حطيناها، وبعدين نضيف عليهم نص كوباية من المية، ونقلب الرز كويس ونسيبه على نار هادية ونغطيه ونسيبه يستوي نص سوا. ومعايا هنا الصينية اللي هحط فيها الحمام الكداب بتاعي، مجهزاها ومقطعة فيها خضار فلفل وجزر وبصل، وعاملاهم في أرضية الصينية زي حماية كده للفراخ بتاعتنا، وكمان هتاخد من طعمها في الفراخ. هنجيب بقى الفراخ بتاعتنا ونبدأ نحشيها. خلاص الرز بقى نص سوا معانا، وهيكمل النص التاني جوه الفراخ. هنحشي كده ومش هنملى الورك بتاعنا بالحشو قوي علشان ندي مساحة للرز ونكمل السوا بتاعه. نحط الرز ونبدأ نحطه مكان عظمة الدبوس اللي متشالة، وبعدين نحط في الورك من بره، ونلف الورك بتاعنا زي رول كده ونلمه على بعضه، ونخلي الجلد بتاعه ملفوف حواليه. شايفين ازاي؟ بالشكل ده. بعد ما نقفله كويس نخلي الجزء اللي مفتوح ده من تحت ونحطه في الصينية على الخضار بتاعنا. نكمل كل الكمية بنفس الطريقة. وكده خلصت الكمية كلها من غير ما احط اي سوائل. هغطي الصينية بتاعتي بورق زبدة، وبعد ورق الزبدة هحط طبقة من الفويل، واحكم اغلاق الصينية بتاعتي كويس، واكون مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 200. هاخد الصينية واحطها في الفرن، هتاخد معايا بالظبط ساعة الا ربع. وبعدها هكشف الغطا من على الفراخ بتاعتي واخليها تحت الشواية تاخد لون. هحطها في الفرن واخليها تاخد لون تحت الشواية، ونشوف الشكل النهائي ليها. وده كده الشكل النهائي للحمام بتاعنا. لو انت عايزة تديها لون اكتر من كده براحتك اللي يعجبك.
بس انا حبيت اخليها تاخد لون ذهبي فاتح. كمان هنفتحه مع بعض علشان نشوف السوا بتاعه. شايفين مستوي كويس معايا، واللحمة بتاعتها كمان مستوية. والرز كمل سواه واستوى بقى كويس. ودي كده كانت وصفة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. ولو عجبتكم هستنى ان انتوا تعملوا شير ولايك للفيديو، وتدوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. واشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، واترككم في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.